بالرسمي النهار هذاك أخيب نهار في حياتي على الآخر. النهار اللي سمعت فيه اللي ولد خالي عمره 11 عام توفى. صاروا لي برشا مشاكل مع برشا يوتيوبرز كيما سامي وبيكي. حبيت أشخاص واستغلوني، استغلوا الحب متاعي. نجيب محفوظ: لو كنت أعلم أن الحب خطير جدا ما أحببت. وبعد فجأة تنتقل الشخص هذا يستغل فيك، صدقني تحطم. عسلام الناس كل. أول حاجة نحب نشكركم على استضافتي في أول انترفيو لي في حياتي. أنا اسمي رامي من تركيا. حب إني نعمل فيديوهات على الإنترنت. عندي تقريبا 10,000 متابع على تيك توك. في اليوتيوب عملت 2 شانات، كل واحدة كانت فيها فوق 1000. واحدة تسكرت، ذات سترايك كل سكرها اليوتيوب. واحدة أنا اخترت إني نفسخها في فترة معينة من حياتي. ومن بعد ندمت وعملت شان جديدة مازلت في البدايات نتاعها اللي هي نورمالمون باش جاوبت عليها الانترفيوهات. أوكي، بالنسبة للقراية أنا وصلت باك ليتر. عديت العام الأول ما خديتوش. مانيش باش نحكي في الأسباب، معناها فما أسباب لكن مش باش نحكي فيها. عاودت بعد العام الثاني بإصرار من العائلة. عديت العام الثاني كيف ما خديتوش، وعديت العام الثالث كيف ما خديتوش. وقتها بالرسمي قلت لهم يسي خلوني نمشي نعمل الحاجة اللي نحب. دخلت المدة الأولى خدمت على أساس إني نعمل ميزانية معينة باش نمشي نجم نعمل الحاجات اللي نحب نعملها. مشيت عملت فورماسيون في الانفوغرافي وديجيتال ماركتينج. مؤخرا خديت الشهادة نتاعي. حاليا قاعد نحاول إني نزيد نطور مروحي أكثر في المجال هذا، نولي بروفيسيونيل بالرسمي، ومن بعد نمشي نلوج على شركات نجم نخدم معها ولا حتى نخدم فريلانس وحدي. وبالطبيعة قاعد نطور من روحي في مجال صناعة المحتوى. الحقيقة حاليا مشكلتي الوحيدة هي الماديات. فهمت؟ تعرفوا المجالات هذه لازمها بيسي، لازمك كاميرا، هذوما كلها عموك. الخدمة هذه متاعي زادة في صناعة المحتوى اللي نحب نقدم فيه برشا. هذاك برسمي الطموح متاعي الكبير. عرفت؟ برسمي مشكلتي الامكانيات. يظهر لي نلتجئ اني نرجع نخدم خدمة اخرى اني ما نحبهاش باش نخرج ميزانية تعاوني اني نوصل الحاجة هذه. لكن المشكلة متاعي انه الفورماسيون اللي عملتها لازمها البراتيك. فاني كان باش ندخل في خدمة اخرى باش نلقى روحي بعدت على المجال هذاك باش ترسيني من بعد نرجع نعاود من جديد وكل. مشكلة ان شاء الله نلقى ولا حل. والله انا بديت يوتيوب في 2018. خلاني نحب يوتيوب وندخل في اليوتيوب طفل صاحبي، فهمت؟ هو اللي قال لي على اليوتيوبرز الفلانيين واليوتيوبرز الفلانيين، وانت دخلنا نتفرج في اليوتيوبرز هذوكم وعجبني الشيء اللي يعملوا فيه وحسيت حاجة تمثلني، حاجة نجم. قلت نجم نعمل بالرسمي، نجم نعمل حاجة كما. دخلت نتفرج فيديوهات ورا بعض وحسيت روحي عامل جو شيخ على الاخر، فرحان بالحاجات هذيك. وقعدت نلوج على برشا يوتيوبرز وكل. حسيت حاجة بالرسمي اللي عجبتني على الاخر وحلت معاه. اول ما شفتها عرفتها في الصيف نتاع 2018 قررت اني نبدا شان يوتيوب. التمثيل الحقيقه عملت يعني التجارب نتاع التمثيل وكل. مثلت حتى في قناه تلفزيونيه هي قناه الانسان، وذولي برشا فيكم شافوا الفيلم اللي عملته. حس روحي مازلت ناقص برشا في التمثيل، وعندي تراك وعندي كذا، لازمني نخدم اكثر على التمثيل. لكن انا الحقيقه ما نحبش نركز على التمثيل. نحب نخدم حاجات لروحي، ما نحبش نخدم مع العباد أو مخرج يعيط لي ويجي أعمل الدور الفلاني وكذا. نحب نخدم وحدي، نعمل حاجات وحدي، نعمل فيلم أنا نعمل فيلم، فهمتها؟ نحبش نخدم مع عباد. ونحس صناعة المحتوى والحاجات هذيك قريب لها أكثر من التمثيل. معناه إني نحس روحي يوتيوبر أكثر من ممثل، فهمت؟ ولا المشاكل يصيروا لأي حد، خاصة أني المدة اللي فاتت دخلت في محتوى الانتقاد، إني ننقد محتويات موجودة على السوشيال ميديا. أكيد هذاك أكثر محتوى يجيب لك مشاكل أو حتى في مخك. صاروا لي برشا مشاكل مع برشا يوتيوبرز كيما سامي وبيكي وقت اللي كانوا هما في ريلاسيون مع بعضهم. معناها عملت عليهم فيديوهات وكل وبلوكاوني الزوز. معناها بعد الفيديوهات اللي عملتها معني زوز ما قبلوش النقد وبلوكاوني الزوز. معناها والله شوف، أنا بالنسبة للحب باش نقول لك جملة متاع نجيب محفوظ حاسة تعبر عليها على الآخر. يقول نجيب محفوظ: لو كنت أعلم أن الحب خطير جدا ما أحبب. رسمي اللي كنت جاي شكون وقال لي راهو الحب باش يعمل فيك هكا وهكا وهكا. بالرسمي ما خممش أصلا إني نحب، معناها فهمت؟ وللأسف أن التجارب متاعي اللي هو شوية عرفتها كل شوية، لكن كلهم كانوا تجارب سلبية. عرفتها اللي تحب أشخاص ما يشبوا لك الجملة وما تنجمش تكونوا معاهم. عرفتها تقول لي تخذلت وأي تغدرت وأي استغلوني. حبيت أشخاص واستغلوني، استغلوا الحب متاعي. خاطر أنت كتحب باش تولي إنسان ضعيف، حتى لو كان أنت إنسان ذكي تولي إنسان غبي. عرفت؟ تشوف العباد قاعدين يستغلوا فيك وأنت ماشي كاك. خاطر أنت تحب قلبك مخك هذا، كتبدا أنت تحب مخك هذا ياخو كونجي. عرفت؟ هما العباد هذوما مش في بالهم هما كي يستغلوا الشخص ويحبهم. نحن ذكيين، واو انت ماكش ذكي. انت تستغل الشخص يحبك، راك انت انسان منحط ما عندوش احساس، ما عندوش قلب. انسان تنجمش تسميه انسان اصلا. عرفت؟ بالرسمي حاجات كيما هكا تحطمك. تحب شخص وتعطي ما عندك وتكون فرحان بالحكايه هذيك، وعرفت تولي الحياه ورديه عندك. وبعد فجاه تنتقل الشخص هذا يستغل فيك، صدقني تحطم كل شيء في حياتك يتدمر.
تقلب حياتك 180 درجة، من انها تكون حياة وردية ولا حياة سوداوية. لو شخص مثلا بعد ما انت تعطيه فلوس وكل كان يقولك بلاد نجمش تعاوني، نحب نعمل بروجرام مع اصحابي بطريقة غير مباشرة، معناها يقولك راني نحب نعمل بروجرام مع اصحابي بفلوسك وانت راك ماكش مستدعيها، خاطر انت ماكش من صحابك. تصورها معناها انت الشخص هذا كيفاش تصور حاجة من وجيعة. لا ومن بعد الشخص هذا بكل وقاحة يجيك يقولك والله يعني ما ضربتكش على يدك، قلت لك اعطيني كذا اعطيني فلوس، في بالي ما ضربنيش على يدي، اما انت استغليت الحب نتاعي، تعرف لين نحبك واي حاجه باش تقولها لي باش نعطيك، استغليت الحاجه هذه صالحك. ماهوش سهل باش تنسى، ما نقولكش لاني توا نسيت ما تجاوزت. كيفاش تجاوزت؟ اني حكيت خرجت وعملت فيديوهات وحكيت، مانيش نادم عليهم خاطر خلوني نرتاح نفسي، خلوني خرجت الشيء اللي داخل، خاطر ما عنديش شكون نحكي، عندي كان السوشيال ميديا. برشا ناس لاموني، اما اللي لاموني ماهوش فاهمين، خاطر بالرسمي الفتره اللي عشتها الصعيبه ما تصورش قداش صعيبه. تلزت اني نبعد على المحيط هذاك اللي عايش فيه كل، نبعد على البلاصه هذيك كل باش ما عادش نتذكر، وليت كل شيء يذكرني. تصور انت في الخدمه نتاعي فما غنيه قاعده تخدم، الغنيه هذيك عندها علاقه بالطفله هذه وبيا، اللي هي غنية تعاود كل نهار في البلاصه اللي نخدم فيها، كل ما نسمعها نتذكرها. ما نتصور انت الموضوع، ولا اصحابها اللي يجيو للبلاصه هذيك، فهمت الفازه كيفاش، ولا الشوارع والبلايص اللي مشينا، كل شيء عرفت، كل شيء في المحيط هذاك بيتذكر. وقتها بالرسمي ربي يرحمني وجات بتبعتها الحكايه في الكونترات نتاعي وخرجت من الخدمه وبعدت عن المحيط هذاك جنة، خاطر انا ما نسكنش في البلاصه هذيك، رجعت للبلاصه الاخرى نسكن فيها، بعدت عن المحيط هذاك جنة. وليت كي نمشي مره بعد قداش تبدا عندي قضيه ولا حكايه، فسخت كل شيء عرفتها ونحيت كل شيء، حاولت اني نسي روحي برشا حاجات سريت تصوروا في المخ، كنت فرجت فيلم الافلام فيديوهات اليوتيوب. الحمد لله توا حسيت روحي اني تحسنت وتجاوزت، توا جزت الحاجات اللي نحب نبعد عليهم هما اللي نجموا يعاودوا يذكروني ويرجعوني. كما قال مسلم في الغناء نتاعو، مش ده اللي كان بتخاف عليه بقيت تخاف تلمح عينيه، ترجع تحن لكل شيء زي القتيل. الجملة دي تعبر ياسر، وانا ما عادش نقول حاجه. اخي بنهار في حياتي، رسمي نهار هذاك اخي بنهار في حياتي على الاخر. النهار اللي سمعت فيه اللي ولد خالي عمره 11 عام توفى، والطريقه كيفاش توفى وكل كان بالرسمي كنهار الصعيب على الاخر. حسيت روحي كلها على الاخر، ووقتها عندي برشا مشاكل وبرشا ضغوطات وكل زدت علي الحكايه ذيك كل بالرسم. حسيت روحي انهارت عرفتها، ما نعرفش القوة الإلهية اللي جاتني اللي خلتني شد روحي ونصب، والإيمان اللي من داخل اللي قال لي راهو ذاك ربي شحب وكل. بالرسمي كان أصعب نهار في حياتي، أكثر صدمة عشتها بحياتي. وقتها هو توفى في عرس معنا شخص سكران جيب مقرونة متاع الصيد على أساس باش عرفتها كل احتفالات وكل، وهو السيد سكران يعمل كيما هكا بالغلط تجي في ساقه، قعد مدة في السبيطار وبعد توفى الله يرحمه. بالرسمي الانترفيو هذا اللي حسيت روحي عرفتها في فكرة سامي الفهري، رسمي الانترفيو وشغت عليه على الاخر، حسيت روحي خرجت برشا حاجات. كان عجبكم الانترفيو اعملوا لايك وسبسكرايب، فما فيديوهات تحفونين جايين. بيس.